النهارده جايين لكم بسماعة فئة متوسطة، هي إمكانياتها عالية جدًا بصراحة وأعلى من سعرها بكتير، ولكن سعرها مناسب جدًا يعتبر لأغلب الناس. السماعة اللي جايين لكم بيها النهارده هي الهواوي الFreeBuds 5i. النهارده هنكلمكم عن السماعة، بس الأول تعالوا نفتحها نشوف إيه اللي فيها. دي العلبة أهي. السماعة أهي، مش عارف إيه دي. ده كيبل الشحن بتاعها، ما علينا. دي الودانات، وهي السماعة أساسًا بتيجي ب3 ودانات، فعلى حسب مقاس ودنك مش مهم. في معانا ده كارت الضمان، ما حدش بيهتم بيه، ما علينا. دليل التشغيل السريع، ده فرنساوي مش مهم، والعلبة مش مهم، ما علينا. سماعة اهي. أول حاجة هتبتدي ب3 ألوان بصراحة، ألوان مميزة جدًا. أول لون منهم وهو اللون الأزرق الغريب اللي هو اسمه ايزي بلو. هو لون غريب بصراحة، تحس إن هو أزرق ومنقط بنقط أسود شوية، بس بصراحة شكله جذاب جدًا وشكله جميل جدًا. تيجي كمان بلونين تانيين، لون اسمه نيبولي بلاك اللي هو شبه، عارفين الأسود اللي هو بتحسوه بهتان شوية، هو ده، وبتلاقيه منقط بنقط بيضة شوية. وكمان في لون منه لون أبيض سيراميكي، تحس اللي هو أبيض بس مدي اللون السيراميك شوية. فالموضوع عامة الألوان جميلة جدًا بصراحة. كمان السماعة دي بتيجي بوصلة تايب سي عشان تقدر تشحنها بأي سلك عندك عادي أو شاحن عندك. غير انها طبعا بتيجي بالوصله بتاعتها، بس ممكن تشحنها باي شاحن عادي. غير كده الفتحه بتاعتها بصراحه جميله جدا، بصوا، احساس جميل قوي. بصوا السماعات، يعني بصراحه يعني مش عارف اقول ايه، بصراحه شكلها يعني حاجه تجذب الانظار جدا، مع ان سعرها اقتصادي وسعرها كويس جدا. بس شكلها خرافه. ايه ده؟ ايه الشكل ده؟ يعني انا متخيلش ان انا اجيب سماعه زي كده امشي بيها بس في الشارع، الواحد يخاف عليها اصلا. ده غير كده السماعة بتيجي بمعيار IP54 مقاوم للرذاذ والعرق كويس، فلو انت مثلا في الجيم وبتخاف ان السماعة ممكن تعرق او تتزحلق من ودنك، مش هيحصل لها حاجة. الموضوع بسيط جدا عادي جدا، ولا كأن فيها اي حاجة. تستحمل معاك وتقدم معاك الغرض لحد ما تخلص تمرينتك، او حتى لو انت مثلا في الشارع مش هتعرق منك مثلا، ولا تخاف انها تقع او تتسرق او تتزحلق من ودنك. لا لا لا، عادي، ولا اي حاجه من الحاجات دي. السماعه دي بتستحمل معاك اي حاجه، ولا كأن فيها حاجه خالص. غير كده السماعه دي بتيجي بنظام الهاي ريز اوديو، النظام ده متميز في هواوي. نظام صوت جبار جدا في الصوت، الاداء بتاعه عالي جدا. يعني مش عارف اوصف كميه البيز والصوت والموسيقى. لما تسمع اغنيه تحس ان انت عايش جوه عالم الموسيقى دي او الاغنيه دي. انا جربتها على كذا حاجه، جربتها على افلام، جربتها على مسلسلات وعلى اغاني. فبصراحه ادت الغرض في كله، ما كانتش مضايقاني في اي حاجه خالص. ومع ساعات الاستخدام الطويله ما بتحسش ان مضايقاك مثلا او ممكن تعمل لك حساسيه في ودنك، لا ولا اي حاجه. فجميله جدا بصراحه. واللي هيخليها اكتر اجمل واجمل بكتير النظام الساعات بتاعتها، البطاريه بتاعتها طويله في الاستخدام وطوارئ جدا. بقت بتقعد معاك حوالي 6 ساعات ونص في الشحنه الواحده. ولو هتستخدمها بس بالنويز كانسليشن اللي هو خاصيه العزل الصوت والحاجات دي كلها، بتقعد 7 ساعات ونص. فعامه كويسه جدا، يعني هتقضي معاك اليوم لو انت في الشغل، لو انت في تمرين، لو انت في اي حاجه هتقضي معاك. لو انت عايز تشوف مسلسل هتخلص المسلسل وهكمل معاك عادي جدا. هي غير كده بتقعد كمان السماعه بالعلبه بتقعد حوالي 18 ساعه بالنويز كانسليشن. ولو هتقفل النويز كانسليشن بتقعد معاك 28 ساعه. فتكفي معاك حرفيا اليوم وزياده، وممكن تفيد لليوم اللي بعده، مش هتاثر معاك في اي حاجه حرفيا. ده غير كده بتقعد معاك حوالي 4 ساعات تشغيل لو انت بس شحنتها ربع ساعه في العلبه بتاعتها. فما تشغلش هم ان انت تبقى بره مثلا والسماعه تفصل منك، حطها في العلبه ربع ساعه خلصت. بس الموضوع بسيط. ده غير انها تيجي بلوتوث 5 و2، فكويسه جدا، مش هتلاقي في معاك تقطيع لو انت بتستخدمها مثلا بتسمع موسيقى، العاب او كده، ما فيهاش اي مشكله. غير انها مدعومه طبعا بوضعيات كتير الالعاب. فرصة ان انت مثلا تلعب بابجي مثلا او كول اوف ديوتي وتلاقي فيه تقطيع او تاخير في الصوت، حتى لو سنه مش هتلاقي. حاجه بسيطه جدا وغير ملحوظه، فكويسه جدا معاك في الجيمنج وفي الالعاب، في كل حاجه انت عايز تفكر تستخدمها بيها. بتأدي في اي حاجه حرفيا، حتى في المكالمات صوتها كويس جدا في المكالمات، وبتعزل الصوت بطريقه شديده. يعني جميله جدا حرفيا. الناس اللي بيكلموك مش هيحسوا ان هم بيكلموك في دوشه خالص. انا بكلمك ولا في اي صوت، يعني حرفيا اسمع صوتك انت بس، مفيش اي حاجه تانية حواليك. فجميله جدا حرفيا. المايكات بتاعتها مساعده جدا في الصوت. ده غير كده لو انت عايز تسمع الصوت الطبيعي اللي هو مثلا على 320 كيلو بت والحاجات دي، هتسمعه عادي من على اليوتيوب مثلا لو انت بتنزل اغنيه. طب لو انت عايز تسمع صوت اعلى من ده، بيز بقى عميق بقى، الصوت بقى الجامد جدا، الموسيقى مش عارف ايه،
كل ده هتسمعه من التطبيق بتاع هواوي، تقدر تنزله من جوجل عادي وتستخدمه. تطبيق خرافة حرفيا، يقدر يخليك تجرب كذا وضعية صوت، من ضمنهم ممكن تسمع وضعية صوت كأني الأغنية بتسمعها وأنت قاعد مثلا مع اللي مؤلف الأغنية أو اللي عامل الأغنية حالا. فالموضوع جامد جدا، بتقدر تسمعها بكذا حاجة أنت عايزها، تعلي البيس، توطي البيس، تعمل اللي أنت عايزه، مفيش أي مشكلة فيها، تديك رفاهيات كتير أوي حرفيا. ده غير نظام التاتش بتاعها سلس جدا، وهنجربه دلوقتي قدامكم. لو انا دوست دوسه مطوله زي كده مثلا، بيفصلني بين الاكتيف نويز كانسليشن او ان انا يخليني من غير اكتيف نويز كانسليشن. غير كده لو انا مثلا عايز اعلي صوت او اوطيه زي في نظام السماعات الايفون او الابل عامه وكده، بنزل لتحت يوطي الصوت، ارفع لفوق يعلي الصوت. طيب لو انا مثلا عايز اقفل موسيقى مثلا او اشغل موسيقى، دوستين قفلت الموسيقى، دوستين شغلت الموسيقى عادي جدا. لو انا عايز ارد بدوس دوسه، ارد دوسه اقفل. فالموضوع بتاعها عامه جميل وسلسه جدا في الحركه ومريحه جدا عامه. ده غير ان هو بتيجي بالتطبيق بتاعها اللي بتنزله عادي جدا، التطبيق بتاعها مميز قوي. تعالوا نجربه. اول حاجه بتفتح السماعه دي عشان انا موصل قبل كده فهي ظاهره عندي، لو مش ظاهره عندك بتدوس على علامه الزائد دي وتضيف السماعه بكل سهوله، مش بتاخد منك وقت خالص. بص اول ما فتحت اهو ظهر لي بيانات السماعه، بدوس على التطبيق بيجيب لك كل تفاصيل السماعه حرفيا. جايب له نسبه الشحن، التليفونات اللي كانت متوصله قبل كده، دي وضعيات الصوت اللي هي النويز كانسليشن وان انا اقفله، والاورنس ده ان انا اكون شغال عادي جدا كاني مش لابس سماعه. دي جوده الصوت، تقدر تعدلها على حسب ما انت عايز، عشان لو انت عايز جوده الصوت تكون افضل. ده تيست بتعمله لو انت عايز مثلا تشوف ايه الودانه اللي تلبسها تكون مناسبه لودنك اكتر ومريحه ليك. ده لو لا قدر الله مثلا السماعه حصل فيها حاجه او ضاعت فتعرف توصلها بسهوله. من هنا لو عايز تعمل لها تحديثات او كده، الجيشرز لو انت عايز مثلا تعدل فيها التاتش بتاعها، تخلي او دوست مثلا دوسه او دوستين تعمل حاجه مختلفه. عامة الموضوع بتاعها سلس وجميل جدا. بس يا سيدي، ودي كانت نهاية الفيديو عن السماعة الجميلة دي اللي هي الهواوي الفري بودز الفايف اي، جميلة في كل حاجة حرفيا. بس وما تنساش تتابعني وتعرف كل جديد ان شاء الله، سواء على الانستجرام او على التيك توك. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله، سلام.